السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي ببواقي بسكويت العيد من غير ولا فرن ولا اي حاجه. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ادي البسكويت بتاعي اهو. تطحنيه بالايد الرول او في الكيتشن بتاعتك او باي طريقه تحبيها، مفيش مشاكل. يلا بينا نطحنه. وادي اهو بعد ما طحناه شايفين شكله عامل ازاي، اللي هو عامل زي الرمله اللي هي منديه كده بتاعه البحر. تمام. طيب انا محضره ربع كوبايه من اللبن، اي نوع لبن عندك مش مشكله، ونقلب كويس قوي المكونات بتاعتنا. وادي اهو بعد ما قلبت البسكويت مع اللبن كويس قوي، يا دوبك بس اللي هو عشان خاطر انا حطيت ربع كوبايه بس عشان خاطر الكميه بتاعتي مش كتيره. طبعا لو عندك بسكويت كتير شوفي كده تقديريا وزودي اللبن زي ما انت عايزه. وبدات ان انا اساوي معايا البسكويت واضغطه كده، تضغطيه بقعر كوبايه بالهراسه بتاعتك باي حاجه، او ممكن بظهر معلقه او اي حاجه، اضغطيه كده بحيث ان هو يبقى متساوي معاكي. ادي دي اول خطوه. الخطوه الثانيه، معايا هنا كوبايتين من اللبن، هنحط عليهم معلقتين كبار من النشا. ادي معلقه وادي الثانيه، وننزل بنص كوبايه من السكر، وهننزل بمعلقتين كبار من الكاكاو. والكاكاو ده على فكره غير محلى، لو الكاكاو بتاعي محلى وهو بتاعي الكاكاو مسكر ما تحطيش سكر، ممكن تحطي معلقتين سكر بس. لكن طبعا عشان الكاكاو بتاعي غير محلى انا حطيت نص كوبايه سكر. ادي دي معلقه وادي المعلقه الثانيه، دول معلقتين كبار. ونقلب بقى المكونات بتاعتنا كويس قوي. وادي اهو بعد ما قلبت المكونات بتاعتي كويس قوي ودوبتها كلها مع بعض، يلا بينا بقى نرفعها على النار وتفضل ايدينا فيها على النار لحد ما تتقل وهتغلي معايا. وادي اهي بعد ما رفعت مهلبيه الشوكولاته من على النار، شايفين طبعا ايدك تفضل فيها وهي على النار لحد ما تتقل معانا، لحد ما توصل للقوام ده. طيب بعد ما نرفعها على النار بورقه فانيليا وننزل عليها ورقه الفانيليا دي، واحنا بنحطها في الاخر عشان تفضل الريحه فيها للاخر. تمام كده. طبعا عندنا فانيليا سايبه، ممكن نحط ربع معلقه على طرف المعلقه كده نشعرها وننزل بيها على مهلبيه الشوكولاته بتاعتنا، وطبعا بالمضرب بتاعنا ونقلب. وادي نزلت بمهلبيه الشوكولاته بتاعتي فوق البسكويت بتاعي، شايفين شكلها عامل ازاي. طيب احنا ممكن طبعا ان احنا نزينها بمكسرات او فول سوداني او جوز هند، زي ما نحب، اي حاجه تكون عندنا متوفره ممكن نحطها. وممكن كمان نحط مع المهلبيه بتاعتي دي نص معلقه قهوه، بتدي طعم حلو قوي. لو عندك قهوه ممكن تحطيها، او لو بتحبوها يعني ممكن تحطيها في المهلبيه، بتبقى طعمها جميل قوي. وادي انا زينتها اهو بجوز الهند، اي حاجه متوفره عندنا نزينها بيها بتبقى حلوه خالص. انا هحطها في الثلاجه بس بعد ما المهلبيه بتاعتي تبرد، عشان طبعا الثلاجه بتاعتي ما تبص. بعد ما تبرد ندخلها الثلاجه لمده ساعتين وبعدين نقطعها